دعني ننبه إلى أن عشرات الأئمة فصلوا من مناصبهم وجوزوهم إلى مجالس التأديب لأنهم قالوا كلام فهم على أنه يدعو إلى العنف. فهم يعني مجرد تأويل، فهم على أنه يدعو إلى العنف، فصل وبعضهم يقبع في السجون لأن هناك مراقبة. المشكل من يراقب هؤلاء الذين يسمون بالفنانين؟ من يراقبهم؟ قل لي بالله عليك لما الشاب قادر يغني غنية يقول نديها ونروح ولا طيحة روح، نديها ونروح ولا طيحة روح، وهذه الأغنية هي التي استند إليها الشاب اللي اخطف طفلة في ساحة أول ماي، دخل سكران إلى البيت وهو يغني نديها ونروح ولا طيحة روح ودا الطفلة. وهذه الأغنية هي التي استند إليها الدوكي الذي قتل الخطيب نتاعو يماها لأنهم رفضوا في الأخضرية، لأنهم رفضوا بس يزوجوه بالطفلة تخليهم بالسلاح وقال نديها ونروح ولا طيحة روح. يعني لما يستند الشباب والناس إلى هذه الأغنية أليس هذا عنف؟ هذا بن شنات الآن أنا أتمنى فقط ما يكون شرب الإكستازي، هذا ما كان، لأنه الأغنية تاعو يقول جيبوا لي الإكستازي والإكستازي يمنعها القانون. شكون يراقب هؤلاء؟ لما كتبوا لهم هذه الكلمات باش يغنوها راحوا شافوا جهة قضائية أو لست أدارية، جهة ثقافية تراقب هذه الكلمات. كيف نسمحوا لآلاف مؤلفة من الشباب يتاخذوا القدوة نتاعهم إنسان يطلب الإكستازي، يجيبوا لي الإكستازي باش يذهب عقله وعقول آلاف مؤلفة من هؤلاء الشباب؟ هذه دعوة صريحة إلى العنف، وعلى الجهات الأمنية والقضائية أن تتحرك ولا تسكت، لأن هؤلاء الآلاف من الشباب لما تمشي بينهم الإكستازي أنت تعلم ما يقع داخل المجتمع. أنا مانيش نتكلم لك من باب الحلال والحرام، نتكلم من باب المنطق والواقع. فنان يطلع في المنصة ويدعو جهار النهار باش يشرب المخدرات، والآخر يقول لك جيبوها نديها ونروح، يعني يدي الطفلة ولا طيحة روح، طيحة روح، صراحة يدعو إلى القتل. يعني هذا عنف. المشكل أن الأئمة مراقبون وهؤلاء لا أحد يراقبهم. افعل ما تشاء، افتح كباري وجيب واحد من أشباه الفنانين وسلم له الشباب وسلم له الحماية وراك تشوف بعينك ماذا يقع في الملاهي والتسويق. لا الخطر اغتيال زوج في ملعب في قلمة، مؤخرا صاحب ملعب في مقام الشهيد يذبح نفسه. يعني هذه هي الطبقة اللي حنسلموا لها المجتمع. نعم. هؤلاء يعني يؤتمنون على الشباب، هؤلاء نسلموا لهم اولادنا يقودوهم يعني الى غيابات من الضلال ومن الظلام. والله انا ادعو اول شيء على الاقل لما يكتبوا لهم كلمات تكون كاينه جهه مثقفه عالمه باحوال المجتمع تراقب هذه الكلمات، يعني تراقب ماذا يقولون هذا الخطاب. العجيب ان الرقابه كلها مسلطه على المساجد، الرقابه كلها مسلطه على ما يقوله الائمه في المنابر، اما ما يقوله هؤلاء في منابرهم من فساد ودعوه صريحه للقتل والزنا والسرقه، ثم والله دعوه صريحه لبغض الجزائر وكره الجزائر. كاين اراء ما نقدرش نقولها يدعو فيها صاحبها يقول هذه الجزائر بلاد ميكي هكذا، آلاف مؤلفة من الشباب يغني لهم أن الجزائر هذه ما تسواش وأن الأفضل هو العرضة وأن الأفضل ترك الزواج وتدمير البيوت وتطليق النساء. شيخ شمس الدين، كل هذا يمر علينا مرة كثيرة. أدري على المقاطعة. محمد بن شنات يريد تدخل للرد على ما تم أو الرد على أقوالكم. محمد بن شنات تفضل. السلام عليكم. الأولى أنا ما قطعتش، وشيخ شمس الدين جو ريسبكت باغابوغ على اللحيه اللي دايرها، ودوزيامون باش تقول محمد الا ما راه شارب ليكسا كي يهضر معاكم عيب عليك. نورمال واحد امام اللي يمثل البلاد وما يهضرش هاد الهضره. والثالثه امام اللي يعرف ليكسا بور موا سي با نورمال. والرابعه بور موا امام اللي يهضر في التلفزيون ويقول في ايميسيون حياتي كامله راحت واي واي. الامام اللي يعرف ماشي هكا. السلام عليكم. شكرا. أنا لم طيب تفضل الشيخ، تفضل الشيخ. ما قلته
نعم، انت اللي تفضل غنيت هذه الاغنيه. شيخ تفضل، الكلمة لك، من تفضل. وجهك بالحقيقه، انت اللي قلت هذه الكلمات ماشي انا اللي كتبتهم لك. وين هو العيب؟ العيب لما قلت لك لا تقل هذا الكلام، ولا العيب لما قلته انت؟ اك تدعو جيهان صراحه الى الاكستازي. الاكستازي هي ماده تذهب العقل، مخدر. اين الداخل الوطني؟ اين الامن؟ اين الدوله الجزائريه؟ كيف العيب علي؟ عيب علي نقول لك لا تقل هذا الكلام. لا، هو يتعجب كيف لرجل الدين ان يعرف هذه الانواع من المخدرات. من لم يعرفها في الجزائر؟ لا، هو أنا يعرف هذه الانواع هو لان لا، المئات اسمح لي المستفتين ياتون الي ويسالونني. تسمح لي